السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. دلوقتي يا سيدي 50,000 مشجع في مباراة الأهلي والهلال. خطوة جميلة جدا، خطوة لرجوع الجمهور اللي هو أساس الكورة للجمهور، هي بتقال كده، الكورة للجمهور. 50,000 مشجع هيرجوا الاستاد، 50,000 مشجع. أتمنى تكون أخلاقهم كويسة، التشجيع كويس، الأداء كويس، في روح التشجيع. عايزين نرجع المدرجات تاني، عايزين الاستاد يتملي تاني. الجمهور هو رقم واحد، هو رقم واحد في كل حاجة. الجمهور بيصحي لعيبة، بيرج لعيبة. الجمهور يا جماعة هو أساس كرة القدم وأساس أي لعبة رياضية. هو بيستمتع، رجعوا الجمهور يستمتع، رجعوا الجمهور ينبسط. يعني شكرا فعلا للخطوة ديت. شكرا إدارة الأهلي اللي ساعد بالموضوع ده، شكرا للدولة، شكرا لرجوع الكرة للجمهور. رجعوا الكرة للجمهور، وإن شاء الله هيبقى على قد المسؤولية ورجة رهيبة. اتفرجوا على المنظر، حاجة يعني. وعلى فكرة اللي قال أحمد موسى واللي قال حد تاني أو غيره هي إدارة الأهلي. بس أول ما نلمح بالموضوع ده كولر، تحية لكولر. أول ما نلمح بالموضوع دوت، أول ما خد قرار إن هو يلمع الجمهور، يعني ابتدى يقول في المؤتمر الصحفي إن ده منظر هيدي سمعة كويسة لمصر، إن في أمان، إن في استقرار، هيجيب سياحة. فالموضوع ده مهم قوي. فاحنا يا جماعة الجمهور ده حاجة يعني روعة. الخبر الثاني، الأهلي انسحابه من كأس الرابطة. طب ما هو ده حاجة ممتازة، كانت فين الخطوات دي من الأول؟ احنا مضغوطين ومحدش بيسمي ومحدش بيأجل. لا، ساعة التأجيل تعالى خد خطوة. ايه يعني غرامة؟ ايه يعني غرامة بفلوس بسيطة؟ ايه المشكلة؟ الموضوع مش هيبقى كده. انت ما تفرضش عليا مباريات ومش عايز نلعب وتقول لي كذا كذا. جمهور الزمالك هيتجنن، جمهور الزمالك هيجي له جنان. ان انا خد بالك دي سابقة في تاريخ مصر، حتى المنتخب ما حصلتش رجوع الجمهور في ماتش الأهلي. سابقة للأهلي، إن شاء الله أول شرارة رجوع الجمهور، أول بذرة اتزرعت الجمهور لرجوع الجمهور في الاستاد هو الأهلي. قرار صحيح من مجلس الإدارة، قرار قوي جدا في وقت مهم جدا. أنت عمال تضغط لي مباريات. أنت آخر الزمالك لما كان هيلعب هنا الترجي أجلوا له مباراة أسبوع، قعد أسبوع أو أكتر فاضي. أنا رايح أقابل صن داونز لعيبة المقاولين. يعني إزاي؟ يعني الموضوع يا جماعة بقى بزيادة. طبعا اي حد من الجماهير والتحفيل يحفل ويقول لك كلمتين ويقول لك ده حصل وده ما حصلش، كله هكس. فقرار جامد جدا موضوع الاصابه، القرار الخروج من البطوله دي. فتحيه للقرار ويا رب ماتش الاهلي والهلال على ارضنا. احنا الاقوى، الهلال فرقه ضعيفه، ما اعرفش العداء جاي منين. يعني انت كنت جمهور نازل يضرب اللعيبه والامن حاوط الدنيا، فالموضوع صعب. النقطة الثانية، انت جايب العداء ده منين؟ يعني انت غير ان انت عايز تشهر على قفا الاهلي، بتعمل عداء، بتعمل اي حاجة. يعني انا ايه السبب الرئيسي ورا الموضوع؟ ان انت تنزل الملعب وتهاجم اللعيبة وعايز تضربهم والامن يحوطهم. المرة الثانية تضايقهم في اوض الملابس والمجاري والحاجات الكتير دي. جاية منين؟ كل تصريحاتك بإدارتك بدنيتك جايه منين؟ وليه قلب على الزمالك في نفسك كده؟ فالموضوع غريب جدا. في ماتش منتخب مصر مع ملاوي، يا رب يكون اداء حلو جدا. لقطه حلوه من محمد صلاح لزياره المنتخب الاولمبي، فاتمنى التوفيق يا رب. احنا خلاص المنتخب يعني عايز يبقى عندنا امل. يعني الموضوع بقى فج قوي. يعني ما بقاش عندنا منتخب، ما بقاش عندنا كوره يا جماعه. يعني صعب، حتى الاهلي الوحيد اللي بينافس الشرف في مصر وكاس عالم الانديه والكلام ده كله. غريب يعني. ما بقاش يعني الاهلي نفسه حتى ما بقاش عندنا ثقه فيه قوي بسبب اللعيبه واشباه اللعيبه. فكل التوفيق لمنتخب مصر، كل التوفيق للاهلي لحسم البطوله، لتشريف مصر، واشوفكم على خير. سلام.